سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونتمنى كامل تخلوا لي الصلاة على النبي في التعليقات. اليوم كنت درت معكم وصفة تاع التمر المحشي. عن بالي وصفة محبوبة وكامل راهم يديروها دوك في المناسبات، في المهيبة، في حفلات، في العراس، راهم يحطوها بارتو. كنت درت معاكم هذه الوصفة، كانت عندي كوموند حبيت نشاركها معاكم. انا كنت خدمت معاكم مرات تمر المحشي، كنت درت لكم لافاخس تاعو على شكل بنيون، وثاني كواسيتو بشوكولا، ودرت له تزيين ثاني خفيف ساهل. وهذه المرة حبيت نديرو لكم باللوز. هاوليك الشكل تاعو بعد ما كملته، وراح نعطيكم ثاني كسر اللمعان تاعو راح يبقى لنا هكا من الفوق. ان شاء الله كامل تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. وكنت ثاني درت لكم مقادير مضبوطة ل36 حبة، اللي حبت تكيل باش تعرف كي تجي تخدم شحال يخرج لها. ولا هنا بلا ما نطول عليكم ندخلوا نشوفوا المقادير. هنا مقادير سهلة وبسيطة. عندنا 2 كيلات تاع لوز مرحي، انا كنت شريته مرحي، مع كيلة تاع سكر ناعم. انا هذيك اللوز كنت شريت 200 غرام، وهي جاتني واحد 206 غرامات. ودرت ثانيك 106 غرامات تاع سكر ناعم. عندي مغرفة صغيرة تاع ماغارين تكون بحرارة المطبخ، ومغرفة ثانيك صغيرة تاع جلوكوز. انا الجلوكوز كان فريجيدر، كان شوية جامد، كنت جبت علبة واحدة اخرى كان شوية صابة. بصح مام العلبة الاولى درتها في حمام مائي باش يذوب لنا شوي، ونخدموا بها هذاك الشحور تاعنا. دوك تشوفوا معايا، شوفوا هنا انا يدي كنت درتها شويه في الماء باش ما يلصقش معايا هذا الجلوكوز. شوفوا. ولا هنا انا ما نطمهاش بالشربات، باسكو نقول هذاك السكر الناعم بزاف، يعني نزيدو الشربات راح تجينا بزاف حلوه. صافي نلايمها عادي بالماء معدني. ولا هنا الماء ردوا بالكم ديروا كميه كبيره، باسكو تمتم راح تتلايم لكم. هنا درت بالك واحد 2 مغارف كبار تاع ماء، ولا 2 ونص، ولا مي يفوتوش. ثم راح تنطمنا، غير نبداو نعجنوا فيها راح تتلايم. هاهي ليك. ودايما نجربوا العجين تاعنا باليد اللي تكون نقيقيه. هنا حطيته غطيته بكيس بلاستيكي، وجينا للتمر. التمر هنا لازم تكون نوعيه مليحه، ما يكون يابس بزاف، ما يكون معسل بزاف. نجيبو هكا بابي سويتو ونمسحو. شوفوا انا مالفه نمسحو بالمزهر كي يكون ليا، ونكون رايحه نستهلكو ثم. بصح الا كنتو حديروا كوموند وتخافوا يطولوا ما ياكلوش، كون نمسحوه بالمزهر نخافوا يقراص لنا التمر. صافي من الاحسن مسحوه غير بالبابي سويتو هذاك، ونحو العظم من الداخل. وراهي واجد مع نوجدوه عفوا. من بعد نولو نكملو نشوفوا اللوز تاعنا كيفاش نديروه لداخل. هنا ندوزو تاني كلا الشحور. هذا الشحور هو اللي راح نبرقو به الحبات، باش اللوز كي نديروه دوكا ما ينشفناش. والمكسرات من الفوق ثاني راح يعطيهم بريق بزاف هايل. هنا هذا الشحور عندنا 100 غرام تاع جلوكوز، مع 100 غرام تاع فوندون. هذا الفوندون اللي نديروه فوق الميلفاي، نديرو 100 ونزيدو 100 غرام تاع الماء. هنا ما تغيب لكمش كامل، نديرو كيلا فوندون، كيلا تاع الماء وكيلا تاع الجلوكوز. هنا خلوهم فوق النار يطيبوا، واللي عنده ترمومتر من الاحسن نديروهم على 108 درجة مئوية. هنا نجيب اللوز تاعي نوزنو كامل، وزن 10 غرامات. وشوفوا نديرو هكا على شكل تميرات. نجيبو الحبة تاعنا تاع التمر ونديروها لداخل. هاوليك الشكل تاعها.
هنا انا وزنتهم كامل، ومن بعد بديت نعمر. وهنا اللوز لازم يكون مغطي باش ما ينشف لكمش. هاوليك بعد ما كملتو كامل نعمر كامل التمر تاعي. وهاوليك الشحور بعد ما طاب. لهنا اللي حبة التميرات ديرهم اقتصاديين، اني حاطتهم في القناة. هاكو جربت معكم هذو الحبيبات. دوك نكمل كامل ونعاودو نولو للتزيين. هنا هاهم ليك بعد ما عمرت كامل التميرات تاوعي. كما قلت لكم جاوني 36 حبة. هنا كنت وجدت كانوا عندي لي كيسات غير هذوك شويه حتى زدت شريت ما كفاونيش. وهذو المكسرات ثاني كنتوما واش تحبوا. كنت درت لوز ايفيلي، شويه بيستاج، بندق، ورد الشوش، شويه نوات كاجو كنت ما حطيتوش هنا، لوز، شويه جوز، وانتوما تزينوا باش تحبوا. هنا البندق قسمته على 2، كنت درت في الحبه كامل الشحور باش تعطينا هذاك البريق شباب. وزيد اللوز تاعنا ما ينشفناش. ونزيد ندير شويه تان فوق المكسرات. هذا يعتبر شغل يبرق، يحافظ على الحبه، ومام طون ثاني كي يلصق لنا المكسرات باش ما يزغدوش. اللي وصلت لهنا في المشاهده نقولك اختي ما تنسينيش بالجام وتفعيل الجرس باش يلحقك كل جديد نديرو معاكم ان شاء الله. والله محتاجه دعمكم بالبزاف. هاي لك كنت جربت معاكم كامل وحده وحده، وتأمنوني كنت نخدم معاكم ونخدم هكاك معاكم ليدي لي جات نديرها. من ذاك نوقفهم نقول هو ما جاوش مليح نعاود نرجعهم. هذيك بانت لي كبيره بزاف. وكنت درت لهم هكا نص تاع بيستاج مننا، ونزيدو لهم من بعد ثانيك الورق الذهبي راح يجوا بزاف هايلين. هنا مكاين واحد لي بواط هذوك صغار راهم يديروهم يقدموهم للعرايس، حبه تمر مع حبه لي ماكارون ولا مع الجوزيه ولا، وراهم يقدموهم. شوفوا هنا ذو وقفتهم من بعد نعاود نهبطهم. ودرت وحده ورد الشوش في الوسط يجي اللون بزاف هايل الفاغ مع الغوج. واش بقات لنا؟ بقاتنا تاع نوات كاجو. نوات كاجو حتى في الاخر باش تفكرتو. ثاني كنت قسمت الحبة على 2، هي كي يكونوا كبار مليح حيعمروا لكم الحبة، على كي يكونوا صغار. وبنفس الطريقة درت لهم هذاك الشحور وكملتهم ودرت له الورق الذهبي. ودوك تشوفوا ثاني كي عمرتهم في ليكيسات. يعني ما يشدوش يعني خدمتهم ماشي صعيبة بزاف. وشنو يشدوا لكم برك اليد شوية في الديكور. اللي بالها واسع بالعكس وتحب القاطو وتجيها حاجة بزاف هايلة، تبقى تتفنن تحب دير هاك تزيد دير هاك. وشوفي ما تكونيش كامل مخططة كيفاش ديري، هذيك دقيقة تبداي تجربي وتشوفي اذا عجباتك تكمليها، ما عجباتكش تعاودي تنحيها. وهنا اللي حب يدير لهم شوكولا كيما درتهم، نذوبوا شوكولا تاعنا نديروا لها مغرفه تاع زيت، ونديروا لها نبيكيوها بالكيوردون نشدوها ونغلاسيوها بشوكولا. تقدروا ديروا شوكولا الوان كيما شوكولا البيضاء، تقدروا تزيدوا لها لاغوم تخرج لكم.
تقدروا ديروها تانيك بشوكولا بالحليب، تقدروا تخلوهم هكا التزيين اللي يعجبكم تقدروا ديروه. ولا هنا كنت حقت معكم نهاية الوصفة، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونقولكم مع السلامة في فيديو قادم ان شاء الله.